اليوم ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة كتير، وزي ما احنا معودين مليانة قيم غذائية عالية. هنعمل عجة بالخضار. يلا نشوف مع بعض ايه نوع الخضار اللي هنستخدمه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي، عاملين ايه؟ معاكم ايمي الصياد. اليوم بإذن الله هنعمل وصفة سهلة كالعادة ومفيدة بإذن الله. هنعمل عجة خضار. ايه الخضار يا ترى اللي معانا اليوم؟ بسم الله نشوف المقادير. معايا سبانخ، معايا جزر، معايا حبة بصلة وحبة حار اذا بتحبي. طبعا البهارات: فلفل اسود، كمون، ملح، معلقة بيكنج باودر، كزبرة ناشفة. معايا هنا معلقتين شوفان وحوالي 4 معالق دقيق عادي. اوكي. والخلطة السحرية بتاعتنا لا استغنى عنها ابدا، معلقة كبيرة. هسيب لك الطريقة في صندوق الوصف. والمادة الدهنية زبدة وزيت او سمنة اللي تحبيه. وبروكلي انا بفرزه، يعني مثلا 5 6 حبات على حسب كمية الخضار اللي تحبيها. وفلفل كمان الوان. اوكي، كمان انا مفرزاه. هنا 5 بيضات او اكتر، ده شيء راجعلك. حوالي نص كاسة حليب. اوكي، هنشوف هتاخد مننا ايه. يلا نبدأ مع بعض. سبحان الله، شفتي؟ فظيع، واو، ما شاء الله تبارك الله، تحفة تحفة بجد، خطير. سبحان الله. وجبة كتير مغذية ومفيدة، تنفع فطار على فكرة، غدا، عشاء، ممتازة. شوفي ايه الموجود عندك في البيت واعمليه. اي نوع خضار، ما تتأيديش باللي انا قلته، المتوفر في البيت سويه. احنا بنحاول هنا نكتر القيمة الغذائية. طبعا فوائد السبانخ لا يعلى عليها، والفلفل الالوان والبروكلي. يلا ندخلها فرن واوريكي كيف شكلها بس تستوي وازاي هنقدمها. ما شاء الله تبارك الله، تحفه، حكايه بتتكلم عن نفسها. حابه تجرنشيها اوكي، مش حابه هي مش محتاجه ولا شيء، بس انا حابه احط بس شريحه ليمونه وفلفل بس وخلاص. بألف صحة وهنا عليك يا رب. ولسه بتشوف قناتي يا ريت تفعل الجرس وتشترك عشان يوصلها كل جديد مع ايمي الصياد. باي باي، في امان الله.